موضوع الأنفاق ده موضوع كبير، وحصل إن عملوا حشد كبير من أهالي غزة وهاجموا على الحدود وأعدك بعشرات الآلاف، وبعد كده احنا ابتدينا ندمر في الأنفاق. هم هاجموا من السور. اكتب يا محمد تاني، معلش نبدا نقولهم تاني عشان السكرتير ما لحقش يكتب. موضوع الأنفاق ده موضوع معقد من بقاله فترة طويلة، والأنفاق موجودة من قبل 25 يناير. أنفاق كانت كميات صغيرة، النفق جسم النفق كبير المدخل ويتفرع ل 20 30 فرع، بيطلع في بيوت، بيطلع في مزارع، بيطلع في حتت كتير. يطلع في البيوت يتفرع الى 20 او 30 فرع، يطلع في البيوت، يطلع في المزارع، بيطلع في اماكن كتير. اتفضل. فموجود الانفاق موجوده. احنا دمرنا انفاق كتير، واحنا دمرنا انفاق كتيره، واقترحنا مع وزاره الدفاع على اجراء معين علشان نخلص من الانفاق دي. واتخذنا اجراء، اتفقنا مع وزاره الدفاع على تنفيذه عشان نتخلص من هذه الانفاق. طب وبعدين حصل ايه؟ أنا مش عاوز اتكلم فيه لان في حاجات حساسه جدا ما حدش يعرفها، لكن دمرنا انفاق. لكن الاجراءات بتاع الانفاق كانوا بيضربونا بالنار من غزه. حد يجي يشتغل عند المكان ده يضربوه بالنار. وكان في انفاق كتيره دمرناها، ولكن لما حد